السلطة اليونانية تعد من أشهر وأشهى أنواع السلطات في العالم، وتمتاز بنكهاتها المنعشة ومكوناتها الطازجة الغنية بالعناصر المفيدة التي تجعلها خياراً مثالياً لعشاق الأكل الصحي. أما حلوى التمر مع البسكويت فهي من الحلويات السهلة والسريعة، تجمع بين الطعم الغني للتمر وقرمشة البسكويت في مزيج لا يقاوم. وأخيراً وردات بالقشطة من الحلويات الشرقية الأصيلة التي تلفت الأنظار بشكلها الجميل وتجمع بين القوام الهش والنكهة الكريمية الناعمة لتكون نجمة أي مائدة، خصوصاً في المناسبات. وللحديث أكثر عن هذه الوصفات الشهية معنا اليوم الشيف برهان سليمان ليأخذنا في جولة لذيذة بين المذاق المتوسطي والحلوى الشرقية. إليك مهران. طبعا سارة، مثل ما شايفين مشاهدينا، يعني أنا حاس حالي قاعد بحديقة من الخضروات. هاي السلطة اليونانية يعني شيف. طيب شو مكونات السلطة أول شيء؟ السلطة اللي هي عبارة عن خضار مشكلة، خس، في كذا حط نوع الخس اللي بدك اياه، بس الخس المتعارف عليه. في عندك الفلفل الألوان، في البندورة، الطماطم. لازم تكون الصغيرة الشيري توماتو ولا؟ الشيري توماتو هي الشيري توماتو الأصل تبعه. هي الأصل. أيوة، بس الطماطم العادية بيمشي حال، ما في مشكلة. شرايحات البصل، الزيتون الشرائح، الخيار. طريقة تقطيع السلطة اليونانية تختلف اختيارية، بس أنا بعرف لازم تكون يمكن قطعة كبيرة. لا، فيك تحطها قطعة كبيرة، فيك تحطها دوائر، فيك تحطها مربعات، مكعبات. هي حرية التقطيع، حرية كل شخص. طب بالنسبة للشيف للجبنة، في جبنة معينة؟ جبنة فيتا لازم تكون جبنة فيتا. هي بتكون شو مذاقها؟ هي جبنة فيتا مالحة، بتكون مالحة. هيك بتكون نسبة الملح بالسلطة خفيفة، بس لأنه فيها جبنة. الصوص طبعا عبارة عن زيت زيتون حامض، ملح، أوريجانو. أوريجانو هو الزعتر البري، لازم نرش عليه. الزعتر البري هو الأساس بالسلطة اليونانية، بيعطيك النكهة وبيعطيك الطعم. فليش اختاروا هيدي بالجبال باليونان؟ في كثير عندهم الزعتر والخضار. ماني حابب اعطلك شيف، يعني اذا حابب تحط الجبنه والهذا وانت عم تحكي. هلا اهم شيء الزينه، زينه الخساطه، يعني العين بتاكل قبل التم. اكيد. يعني شوف السلطه اليونانيه لوحه فنيه. وحاطط فلفله النوع العادي، فلفله الوان، اخضر، اصفر، احمر. وبتقطع بطريقه مكعبات او قطعه كبيره. لا، زيت زيتون اهم شيء. في نوع معين من الزيت؟ زيت زيتون لازم يكون زيت طبعا. زيتون. هي السلطه سهله الواحد يعملها بالبيت؟ هي سهله كثير، سهله كثير. ما بعرف اذا ساره بتحب السلطه بشكل عام. انا جوي صراحه السلطات. تعملي السلطه اليونانيه في البيت؟ هي اكيد طبعا غنيه عن التعريف. هذه السلطه يعني من احلى السلطات اللي تاكلها، وانا اصلا احب السلطات بشكل عام، يعني من مختلف انحاء العالم احب اتذوق سلطاتهم واجرب اشكال وانواع جديده. فهذه مفيده جدا بصراحه، لان فيها يعني خضروات متنوعه، وجبنه الفته تعطيها نكهه مميزه بصراحه. هذا الحلو فيها هاي السلطه. هاي السلطه بتختلف عن السلطات الثانيه بطريقه تحضيرها، مثلا عن التبوله مثلا. طبعا مختلفه وقت وبتاخذ. هلا تقريبا تقطيعها مثل تقطيع الفتوش، بس مختلفه تماما عن الفتوش. فتوش نكهه، هيدي يونانيه، هذيك سوريه، لبنانيه، شرقيه يعني. الفتوش مع السماق والدبس الرمان هيدي بس زيت زيتون وحامض واوريجانو. اللي بيميزها انه الاوريجانو مع الجبنه بيعطي طعم كثير طيبه مع السلطه. بيقدر الواحد يضيف عليها اشياء معينه؟ هلا ممكن تضيف عليها ذره. هي اساسا حلوة. هي اساسا بالذره ولا من غير ذره؟ لا، فيك تضيف مثلا اضافات، فيك تضيف ذره. انا شفت كانه في بعض الاماكن بيحطوا لها سماق ولا لا؟ سماق للفتوش ما بتنحط للسلطه اليونانيه ابدا. بالمطبخ اليوناني ما في شيء اسمه سماق. هي اضافات من عندنا، بس عادي تضيف اضافات عربيه من عندك، مثلا انك تحط باستا مسلوقه، تحط شيء يعني تكون مشبعه اكثر. الباستا صحيح، في ناس بيحطوا باستا او معكرونه ممكن كمان. لا، المعكرونه سلطه الباستا مختلفه عن تماما. يعني هي بتيجي هيك اساس السلطه عباره عن خضار مشكل. هي غنيه جدا، يعني مجموعه خضار عم تاكلها بصحن واحد. حلو، جميل. طيب مع جبنه الفيتا طبعا. تمام. هلا شيف راح نتركك لتحضر لنا الطبق الثاني. حنحكي عن الوردات. حنعمل بسكوت بالتمر. بسكوت بالتمر صحيح. بسكوت بالتمر. التمر بتعرف غني بالمعادن وغني بالدنيا. مع البسكوت يعني التمر مع البسكوت نوع حلويات كثير طيب ولذيذ واصلا ومغذي. طيب حنروح لفاصل صغير ونرجع نستكمل معك الطبق الثاني. رجعنا لكم مشاهدينا نشوف ابداعات الشيف برهان. وانا بصراحه عندي لك سؤال، من وين تعلمت الطبخ؟ هل من البيت، من الماما، ولا عقب؟ لا، دراسه. من الدراسه ما شاء الله. انا درس سياحه وفنادق 5 سنين. ما شاء الله.
هذه دراسه وخبره تراكميه. وخبره تراكميه. تبارك الرحمن. شو سويتوا؟ خبروني شو الجديد عندكم؟ والله الجديد هلا عملنا هذا بالطبق اسمه، خليني اشتكي عليك، انا عم يشغلني هلا تحت قاعد عم بفرد العجين. هلا هيدا الطبق اسمه تمر بالبسكوت، هيدا اختراعي انا. حلو. هيدا انا اخترعته كونه التمر متواجد باي مكان على اعياد الواحد فيه يسويها، انه كثير كثير بسيط. هو عباره فيك تعمله باي قاتم بدك اياه. انا عندي 3 خيارات، في السمسم وفارميسيلي وفستق الحلبي. هدول بنستخدمهم مع التمر بالبسكوت. بالضبط. طيب شو الآلية؟ كيف نشتغل الموضوع؟ هلا هو التمر عباره عن معجون تمر خالي النوى. خالي النوى، بيكون مطحون، بنحط نضيف عليه سمنه. اذا كان التمر كثير كثير قاسي بنعجنه بالسمنه مشان يصير طري، مشان يبد معنا. هو عباره عن اللي بيحب يضيف منكهات، فيك تضيف حب هيل، عفوا هيل مطحون، او قرفه. قرفه مع بتطلع طيب القرفه مع القرفه او الهيل مع التمر كثير كثير بيطلع طيب. طيب مشان الوقت أيوة. شيف خلينا نشتغل. بنمد العجينه، بنمد عجينه التمر، هي عباره عن بس بعد العجينه، بعدين بنجيب البسكوت بهي الطريقه. نصف البسكوت بهي الطريقه. هي طبقه واحده بتكون ولا اكثر من طبقه؟ لا اكثر من طبقه. طيب اكثر من طبقه. تمام. هذا التمر منزوع النوى نحن نسميه مدلوج. بعدين بنمسك هيدي بهي الطريقه. التمر مثل ما هو، ما بنحط شيء معه ثاني، مثلا ما زهر. لا هيل او قرفه وسمنه حيوانيه بس فقط. يا سلام. وهذا شيء اساسي عندنا على فكره في الامارات، نحب الهيل والتمر. حلو. بنحط طبقه بسكوت طبقه ثانيه اولى، طبقه ثانيه. كثير كثير سهل وكثير طيب. تمام. في نوع معين من البسكوت؟ بسكوت الساده عادي. بسكوت الشاي متعارف عليه. بسكوت الشاي. تمام. سهلت على الناس. هاي بتتقدم عاده مع فنجان قهوه مثلا، او كاسه شاي صباحيه، اجاك ضيف فجاه. بالضبط. قهوه اماراتيه مهران ويا هذا الحلا الجميل، بصراحه بيرفكت كومباينيشن يعني. طب بتشبه هاي المعمول اللي بنعمله نحن، او الكعك بعجين، الكعك بالتمر؟ الكعك بالتمر لا، هذاك الكعك بالتمر بيكون معمول. هي عجينه لحالها، بس بينما تعطيك نفس الاحساس واسهل. طبعا تقريبا. فهيدا سريع ما بياخذ وقت، بس اذا اجاك ضيف على السريع نعمل له كله على بعضه 5 دقائق 10 دقائق بيكون حلو. فكره حلوه والله. خفيف على الجيب. خفيف على الجيب وعلى المعده كمان، يعني موادها بسيطه وطيبه يعني. طب نقدر نحط بدل التمر شيء ثاني، مثلا نقدر نحط عجينه الشوكولاته بدل التمر. عجينه الشوكولاته مش حتمد معك من نفس العجينه، بدك تحط طبقات مثل الكاسترد او مثل اسمها ليزي كيك. ليزي كيك هذيك مختلفه، هي شوكولا وكاكاو، بينما هيدي بس تمر. نحن جماعه التمر. بهي الطريقه تطلع معنا والله ما شاء الله مرتبه، طلعت وحلوه. هلا هيدي هون عملناها صارت مثل القالب. اذا في حال طلعت معكم مش مستويه بالسكين شوي صغيره هيك بتطبطبوا عليها. هلا هون الشغل، هلا هون ببلش الشغل الصح، الزينه يعني. ايوه. هلا الزينه انا عامل اقسمها هيدي ل3 قصة. 3 قطع. ايوه. والله منظره عن جد طيب. هلا يعني شكلها طيب. لسه مش المنظر هلا بتشوف. والله تبى صدق اي شيء فيه تمر حلو. هلا بس حضر فنجان قهوه. اول شغله شو بدكم، الفراميسيلي ولا الفستق الحلبي؟ بس ما شو بتحب انت؟ انا والله كله طيب. انت انبض عينك على الفستق الحلبي بعرف انا. طيب. بسكوت خلصنا معنا. طب ليه ما نعمل اكثر من نوع؟ هو حنعمل 3 انواع. ايه افضل عشان نرضي كل الاذواق. هو حنعمل 3 انواع. هاي بالفستق. الله شكلها حلو عن جد، شكلها حلو ومرتب وخرج يعني ضيافه. هلا انا مشهور اني بيقولوا لي انا خفيف. وايد حلو في التقديم. طيب شايف، مشان الوقت. أيوة. لانه عم يداهمنا الوقت، يلا خليني انا اساعدك في تزيين شيء، شو رايك؟ وانت تتقل على الطبق الثاني. تفضل. بس اجيب انا، ولا ما في داعي؟ موجودين هون. اوكي. بس انا بزين الطبق الثاني. خلينا نحكي هلا عن الوردات. ايه. شو مكونات الوردات؟ انا بعرف اسمها وربات شيف. هي وربات شيء ثاني. بتكون عجينه البقلاوه نفس العجينه. ايه. نفس العجينه بس بتكون مقطعه ومحشيه من جوا ومشويه. هيدي وردات، لانه شو اسمها وردات؟ شوف شكلها مثل الورده. مثل الورده. حلو. شيلها هيك بهي الطريقه، محشيه بنحطها من فوق هيك بتصير ورده نظاميه. وشو بنحشيها؟ نحشيها قشطه.
حصرا قشطه. بنقدر نغير مثلا نحط، انا بحب دائما تغيير، احط شوكولا، فيك تحط شوكولا، بس فيك تحط قشطه فوق منها شوكولا، فيك تحط جبنه، ممكن مع الجبنه، فيك تحط جبنه معه. والحلاوه منين بتيجي؟ من السيروب. من السيروب، موجود السيروب. طيب خلينا نعملها لك. يلا انا زي لك هذيك شيف. طيب انا حزين لك فارميسيلي ان شاء الله تزبط معي. بس انت جواك شيف صغير لازم تطوره. تمام. اوكي ان شاء الله تكون ظابطه بس هيك. يا سلام، ابدعت يا مهران. لا كمان اكثر. خليها ما تبين اسود فيها شيف. مره ثانيه بس، الوردات هذه عباره عن شو؟ عجينه بقلوه مشويه بالفرن. بتكون هي 16 طبقه، بنقطعها بالقالب مثل الورده وبنشويها لحالها. حلو. هي في الواحد ست البيت او اي حدا فيه يحضرها قبل بوقت، اجاه ضيوف بس بتكون القشطه جاهزه بيعملها فورا فريش. جميل. اليوم رح تاكلوا احلى حلا. يسلم هالديات يا مهران. ورح زينا كمان. يسلم دياتك شيف. شوفي الالوان بتعطي منظر حلو. بلش حتى بقى بهيدي كمان وحده ثالثه. هاي جنبها هاي لشو؟ هاي شو نحطها؟ هون بقى بالسمسم. بالسمسم. هيدي حطها هون. يا سلام، عاد انا وايد احب القشطه بصراحه، واحب القشطه العراقيه الجيمر. تعرف الكاهي والجيمر؟ هيدي فيها جيمر. يا سلام. هاي الوردات فيها جيمر. طيب هلا السمسم كيف بدنا نحط السمسم شيف؟ رش. لا السمسم هي كان لازم تكون محلها هون. هاي وين نحطها؟ نحطها هون. نحطها هون. ما يتحسن الشيف الصغير. تمام شيف. هلا الوردات هاي في لها مناسبات معينه بتتاكل طبعا فيها؟ بالأعياد؟ بالأعياد طبعا. المناسبات. تحطوا لها شيره او شيء؟ سهل كثير. نعم. بتحطوا لها شيره او شيء؟ طبعا شيره او سيروب. بس هيك كترنا حلو اليوم. نحن لازم نعمل دايت بعدها. لازم اعمل لك جريك سلطه دايت. طيب خلينا بس هيك نقدم الاطباق مع بعضها مشان تكون واضحه. هاي التمر بالبسكوت جاهز اعتقد. بدنا تقطيع بس نقطعه. كمان بدنا نقطعه. يا سلام يا سلام على الابداع. شو رايكم؟ صراحه ابدعتوا اليوم، يعني كل طبق يشهي اكثر من الثاني، وكل الحلو في الموضوع انه يعني بسهوله ما ياخذ وقت معاه. كل الاطباق هذه لاحظتها صراحه. نكهه لذيذه ومكونات بسيطه جدا يعني. يعطيك العافيه شيف. بصراحه ابدعت اليوم، والشيف مهران ايضا. والشيف مهران ابدع كمان. يعطيك الف عافيه شيف. يعطيكم العافيه. حابين نشكرك شيف برهان سليمان على هذه الابداعات اليوم. اهلا وسهلا، شرفتينا.